اهلا شباب، عارف اني بتاخر الفتره دي بس علشان عندي امتحانات. المهم النهارده هكلمك عن بين 10,000 بكل النسخ بتاعته، وليه هم نسخ خطيره جدا لدرجه انهم ممكن يدمروا الكون. فقبل البدء متنساش اللايك والاشتراك، ويلا نبدا. خلينا نبدا بنسخه الالتيميت الين، واللي على الرغم من انه اقوى النسخ ولكنه في نفس الوقت اسوأهم، وهقول لك ليه في الاخر. تعالى الاول احكي لك على الحلقه اللي هو ظهر فيها، واللي بتبتدي بايون، وده يعتبر نسخه برضه من بين، وعندها قوه زمنيه خطيره. المهم ايون بيكون عايز يقضي على بين 10,000، لكن بين 10,000 قدراته بتكون كبيره جدا حتى من غير الاومنتريكس. بنعرف ان بين 10,000 مش بيتحول لفضائيين، بياخد قدراتهم ولكن بيفضل في نفس الشكل البشري. المهم بيتحول لكلوك وورك، وبيواجه ايون باشعه زمنيه برضه، وبيقدر يقضي عليه. بس بنعرف بعد كده ان ايون خدعه ورجع للماضي علشان يواجه نسخته وهو صغير. بس بين 10,000 وبروفيسور بارادوكس بيروحوا ورا ايون، وبيفضلوا يساعدوا بين وهو صغير لحد ما بيقدروا يدمروه في الاخر وبينقذوا العالم والابعاد. ده كان ملخص سريع للحلقه. تعالى بقى نحلل قدرات النسخه دي من بين 10,000. واول حاجه وهي قدراته القتاليه، ده لانه متعلم فنون القتال والدفاع عن النفس، واثبت كمان انه يقدر يواجه عدد كبير من الاشخاص من غير ما يستخدم قوته الخارقه. وعلى ذكر القوه الخارقه، قدره الاومنتريكس بتاعت النسخه دي هي التيميت بين. خلينا اكلمك الاول عن الالتيميتريكس العاديه اللي ازموس قال عليها انها سلاح خطير مصمم للحرب. طبعا احنا عارفين ان البيدو هو اللي صنعها، ورغم خطوره الالتيميتريكس بين 10,000 عمل نسخه مطوره منها اللي اديته قوه الالتيميت بين، والمعنى بتاعها انه يقدر يستخدم قدرات الفضائيين من غير ما يغير شكله، وده طبعا مع قدراته القتاليه وفنون الدفاع عن النفس، وكلهم على بعض عاملين ميكس هايل جدا في القتالات والمعارك. بس هل دي كل قدرات بين؟ النسخه دي بالذات بتقدر تستخدم السحر زي جوين، وده طبعا شفناه لما قدر يستخدم الدرع اللي جوين بتعمله في العاده، وتقريبا هي دي فايده جوين الوحيده، انها بس بتصنع دروع. واكيد بين 10,000 بيقدر يستخدم معظم التعويذ اللي كانت بتعملها جوين، زي التحرك الذهني والطيران وشويه حاجات تانية. وعلشان نثبت ان النسخه دي قويه فوق الطبيعي، اتذكر انه كان رئيس للارض واتنحى عن منصبه بعد ما قدر يوقف الغزو لفيلجاكس الثالث، اللي واضح من الاسم ان فيلجاكس حاول يغزو الارض 3 مرات، ومن غير ما يتكلم عارفين ان فيلجاكس الشرير الرئيسي في المسلسل، وكل مره بيكون اقوى من اللي قبلها. فحوار ان بين يقدر يهزمه 3 مرات فدي حاجه صعبه جدا. والنسخه دي من بين لو حبت انها تدمر الكون تحول الين اكس بس من غير ما يغير شكله، وده معناه انه هيكون عنده تحكم كامل في قوه الين اكس، يعني بطرقعه صباع زي سانوس ممكن يمحي الكون كله في لحظه. ده غير طبعا قوه بعض الفضائيين التانيين زي كلوك وورك كده، واللي عندهم تحكم كامل في الزمن. هو مش نفس قوه الين اكس بس ممكن برضه يعمل تخريب كبير في الكون. اخر حاجه بقى نجاوب على السؤال اللي قلناه في الاول، ليه دي اسوأ نسخه فيهم؟ الموضوع كله ببساطه ان مسلسل بنتين بيتمحور حوالين الفضائيين، وطبعا المعجبين بتوع بين ما حبوش النسخه دي بسبب قدراتها، وانهم كانوا شايفين ان صناع العمل كسلوا يرسموا شكل الفضائيين بتوعه وخلوه يتحول من غير ما يغير شكله، وده طبعا علشان يوفروا فلوس الانتاج. المهم ندخل على النسخه اللي بعد كده، واللي هي بين 10,000 نسخه الكلاسيك، ودي كانت اول نسخه بالغه من بين ظهرت في السلسله، وظهر في حلقتين بس في سلسله الكلاسيك. الحلقه الاولى باختصار ان بين وجون كانوا بيحضروا لعيد ميلاد الجد ماكس، بس فجاه بتظهر بوابه سحريه وبيخرج منها شخص وبيخطف جون جواها، وطبعا بين بيتحول وبيروح وراها، وفي لحظه بيلاقوا نفسهم في المستقبل، وبنعرف ان بين بقى بطل مشهور جدا. المهم بيظهر لهم فضائي زي وحيد القرن، وطبعا الساعه بتعملها مع بين، وبتخرجوا بره التحول لحد ما بيجي المنقذ، واللي هو بين 10,000، واللي بيهزم الشرير في لحظات، واللي بيقوم واخد بين وجوين للمقر بتاعه. المهم بنعرف ان اللي خطفت جوين هي جوين بس النسخه الكبيره. بعد كده بيظهر انذار، وبنعرف ان دكتور انيمو موجود في متحف بيولوجي قديم. بين 10,000 بيظهر وبنشوفه عمال يبدل بين الفضائيين، وفعلا بيهزم انيمو في الاخر، لكن دكتور انيمو بيهرب بعد كده وبيقدر يصاحب فيلجاكس من تاني، وفيلجاكس بيجي وبيكون اقوى من الاول، وان مفيش ولا فضاء قادر عليه، لحد ما بين الصغير بيفوق بين الكبير وبيعرفه ان الفضائيين مش كل حاجه. وفعلا بين الكبير بيرجع لشكله البشري وبيغير شكل بين الصغير، والاتنين بيعملوا تعاون خرافي لحد ما بين الكبير بيقدر يجمد فيلجاكس في البحيره. وبنعرف في الاخر ان جوين كانت خطتها انها تجيب بين الصغير تخلي بين الكبير يفهم معنى العائله، وان البطوله والفضائيين مش اهم حاجه. ودي باختصار كانت الحلقه الاولى. في الحلقه الثانيه بقى بنعرف ان بين 10,000 بقى عنده ابن بيكون اسمه كين تينيسن، وانه كان بيحتفل بعيد ميلاده العاشر، وبين 10,000 بيقدم له اومنتريكس هديه، وبيكون حاطط له شويه فضائيين تافهين وسايب له فضائيين يعرف يهرب بيهم، بس كين بيعترض على واحد فيهم وبيبدله بجراي ماتر. المهم بيروحوا مع بعض في مهمات بطوليه كتير، لكن في كل مره بين 10,000 هو اللي بيكون بيخلص المهمه لوحده، وكين مش بيلحق يعمل اي حاجه. وطبعا كين بيتضايق وبيخرج يشم هوا، وبيقابل عيل اسمه ديليفين وبيتصاحب عليه. بعد كده بيرجع للبيت، وبالليل في فضاء بيهجم على المقر بتاعهم. بين 10,000 كان ناوي يخلي ابنه يساعده، بس لما بيعرف ان الفضاء ده هو كيفن بيرفض وبيخليه يروح لاوضته، وفعلا الاتنين بيدخلوا في قتال مع بعض، وكيفن بيكون عاوز يوصل للغرفه اللي فيها بوابه النول فويد، لكن بين 10,000 عمل حسابه وغير مكانها من اخر هجوم حصل عليه. في الوقت ده بقى كين ظهر، وكيفن استغل الوضع وبيقدر يهرب. طبعا بين وكين بتكون علاقتهم زي الزفت. وبعد كده بنشوف كين مع ديليفين بيقنعه انه طالما كيفن قدر يهرب من نول فويد فده معناها البوابه مكسوره ومحتاجه تتصلح، وطبعا كين بيصدقه وبيقدر يوصل ديليفين لمكان البوابه الجديده. بس من
بنكتشف ان ديليفن هو كيفن، بمعنى صح بيكون ابنه وبيقدر يحرر ابوه، وكيفن بيكون عايز ينتقم من بين 10000 وبيأذي ابنه، بس ديليفن مش بيكون عايز كده وانهم يمشوا وخلاص. بس طبعا الانتقام اعمى، وكيفن بيستنى بين يوصل وفعلا بيجي، وكيفن بيتحول تحول مرعب حرفيا وبيدخلوا قتال جامد مع بعض، وفي الاخر بين بيخسر قدامه. لكن في الاثناء دي كين بيحرر نفسه وبيتحول لجراي ماتر وبيقدر يخترق الأومنيتريكس ويفتح التحكم الرئيسي، وبكده بيكون قادر انه يبدل بين الفضائيين بسرعه. ده غير كمان ان ديليفن بيساعد كين عشان يهزموا كيفن، ولكن العيلين دول بيتضربوا ضرب مبرح، ولما بين بيشوف ان ابنه اتاذى بيتحول لوايبك وحرفيا بيكسر عظم كيفن، وفي الاخر بيقدر يحبسه تاني في النول فويد، وديليفن بينضم لعيلتهم. وده كان باختصار ملخص الحلقه الثانيه. تعالى بقى نحلل شخصيه النسخه دي مع بعض. اول حاجه هي قدراته. طبعا احنا ما شفناش اي قدرات قتاليه او فنون دفاع عن النفس وهو في شكله البشري، وان النسخه كانت بتعتمد اعتماد كلي على الأومنيتريكس. فتعالى نشوف قدرات الأومنيتريكس بتاعته. في الاول كده خد بالك ان الأومنيتريكس اللي معاه مش هي نفس اللي كانت معاه وهو عنده 10 سنين، دي واحده ثانيه خالص، وده لان اللي كانت معاه وهو صغير اداها لابنه كين. المهم قدرات الأومنيتريكس بتاعته انه قدر يفتح فيها الماستر كنترول او التحكم الرئيسي، وده معناه ان المستخدم بيحصل على كل الاكسس الكامله لكل قدرات الأومنيتريكس، وده اللي كان بيميز النسخه دي، وانه كان بيقدر يفضل في شكله الفضائي من غير مده محدده، وكمان بيقدر يغير بينهم بمجرد التفكير فيهم بس. وطبعا بما اننا عارفين ان الأومنيتريكس فيها 1,903,000 فضائي، فده معناه انه بمجرد التفكير في اي واحد فيهم فضاء منفصله معينه عايز يتحول ليها بيقدر يتحولها بمجرد التفكير بس. يعني مثلا بين راح كوكب معين على فصيله معينه بس هو عمره ما تحولها قبل كده. الميزه بتاعت التحكم الرئيسي هتخليه يتحول للفضاء اللي من نفس الفصيله دي بمجرد بس ما يفكر في شكله، وفي الغالب برضه يعتبر قدره عاديه بالنسبه للالتيميت بين 10000. تعالى بقى نتكلم عن انجازات بين 10000 كلاسيك. اول حاجه انه قدر يحبس كيفن ومجموعه من الفضائيين اشرار جوه النول فويد، وقدر انه يحمل كوكب من اي غزو بيجي عليه، وكل ده تقريبا لوحده. قدر كمان انه يتجوز وبقى عنده ابن. الموضوع ده مش انجاز بس في زماننا ده انجاز كبير قوي، واقوى انجاز فيهم انه بعد ما دخل مواجهه مع فيلكاكس خلاه حرفيا متفتت لقطع. فانا هموت واعرف اللي خلاه يوصل للمرحله دي تماما على فيلكاكس. السؤال الاهم بقى هو ازاي في 2 اومنيتريكس في وقت واحد. انا عندي نظريتين. الاولى ان بين استخدم جراي ماتر وقدر يصنعها بنفسه، وده طبعا راجع ان ازموس كان بيحط افضل نسخه في كل فصيله في الاومنيتريكس، وده اللي يخلي جراي ماتر من اذكى الفضائيين زي ازموس كده، فهي مش صعبه بالنسبه له. والنظريه الثانيه ان ازموس صنعها بنفسه وخلى بين يحتفظ بالنسخه القديمه معاه، واللي في الاخر اداها لابنه، وفي الاخر النسخه دي من بين 10000 تعتبر النسخه المقربه لقلبه. ندخل بقى على النسخه اللي بعد كده واللي هي نسخه الاومنيفيرس، وبصراحه النسخه دي عليها جدل كبير، وده لانه بيمتلك اقوى قدره في كل النسخ واللي هي قدره الاندماج بين الفضائيين. بس يا ترى هو ازاي حصل على القدره ديت؟ تعال نرجع لورا شويه. الموضوع كله بدا لما ظهرت اول حلقه اتكلمت عن الاندماج في بنتين كلاسيك، واللي حصل في الحلقه دي باختصار ان بين كان بيلعب في الساعه بالمفك، كان عاوز يوصل للتحكم الرئيسي بتاعها، ولكن بسبب غبائه بيخلع غطا الساعه من مكانه. ولو فاكر ان الحوار ده بسيط احب اقول لك ان دي كارثه كونيه، لان الغطا ده هو المسؤول عن تحول واستقرار الفضائيين. وفعلا بين لما بيحاول يتحول عشان يهزم دكتور انيمو، الأومنيتريكس بتدمج فور ارمز وستينك فلاي مع بعض. ممكن حد في الاول يقول لي ده ما ده حلو لان كده هيكون عنده قوه اكبر، ولكن يؤسفني ان اقول لك ان ده شيء سيء جدا، لان ده يعتبر تحول عشوائي، لانه ما اداش فور ارمز حقه ولا برضه ادى ستينك فلاي حقه. وفور ارمز اللي كان بيشيل احجام ما بقاش عارف يشيل ضفدع حتى، وكمان مش قادر يطير بجناحات ستينك فلاي. اظن دلوقتي فهمت فين المشكله. وعلشان ابسطها لك اكتر، انت بتحصل على فضائيين مندمجين ولكن بشكل عشوائي، وده اللي بيسبب خساره كبيره في المميزات بتاعتهم. المهم نرجع تاني لبين 10000 نسخه الاومنيفيرس واللي بنشوف لاول مره. وملخص اللي حصل كده ان كان في نسخه من بين ما عندهاش اومنيتريكس، وفيلكاكس جمع كل نسخ بين الشريره علشان يدمر النسخه دي، بس بارادوكس بيلم كل النسخ الطيبه ضمنهم بين 10000. وبنشوف لاول مره وهو متحول لفور مانجاسور، واللي هو اندماج بين فور ارمز وهيومان جاسور. المهم بنشوف تحولات تانية برضه زي اتوميك اكس، وده اندماج بين الين اكس واتوميكس، فعرفت ليه انا قلت يعتبر اقواهم. المهم نكمل. بعد الحوار ده كله بيقدروا يهزموا فيلكاكس وكل النسخ اللي معاه الشريره. نروح بقى لموضوع مهم جدا، وهو مين هي ام كين اللي شفناه في الكلاسيك. بنتين اومنيفيرس كشف لنا السر ده، وهي كاي اللي بين قابلها وهو صغير، ومش لازم نعرف قصتها دلوقتي، خليها بعدين. تعالى بقى اكلمك في موضوع مهم جدا، ازاي بين 10000 ظبط قوه الاندماج بعد ما كان الحوار عشوائي وعبيط في الكلاسيك. بين علشان يظبط الحوار ده احتاج 3 حاجات: ذكاء خارق وفصيله فضائيه معينه واومنيتريكس ثانيه. تعالى بقى نرتب واحده واحده. الذكاء الخارق اللي هو طبعا واحد من الثلاثه دول، جراي ماتر او برين ستور، والثالث ده مش فاكر اسمه والله، بس هو اكيد ذكي. يعني كده خلصنا من اول خطوه. الخطوه الثانيه فصيله فضائيه معينه، واللي هيقوم معانا بالدور ده هو سكيرت، وده كان طفيلي. لو عايز تعرف عنه اكتر ممكن تروح لميخو، هو شارح الكائن ده، هتلاقي لينك الفيديو في الديسكربشن. المهم يعني الكائن ده بيتغذى على الاحماض النوويه، وبسبب بين جاله الالهام انه يصنع قوه الاندماج، وده بسبب ان سكيرت كان بيخلي بين يستخدم قوى الفضائيين التانيين، ويعتبر الفكره جات له من هنا. الخطوه الثالثه بقى والاهم انه يحتاج 2 اومنيتريكس مش واحده بس علشان يعرف يظبط الحوار، وفعلا بين 10000 صنع البايومينتريكس، ودي تعتبر اقوى ساعه في الكون كله حاليا. المهم ان احنا شفنا تحف فنيه من ورا الساعه دي زي كراش شوجر وهيومان جاجوب وفورمان جاسور، واخيرا واقواهم اتوميك اكس، وغيرهم كتير من الفضائيين اللي كان نفسنا نشوفهم. بس هل النسخه دي ما عندهاش قدرات قتاليه؟ بص، هو انا شفته مره بيقاتل بايده وكانت ضد مالتورين، بس هو عمل كده علشان الساعه ما كانتش شغاله، بس في الاخر اتضرب برضه، فاعتقد ما فيش اجابه للسؤال ده. المهم خلينا نتكلم عن اقوى تحول للنسخه دي واللي هو اتوميك اكس، واحنا دلوقتي بنتكلم عن كائن كوني وحرفيا عباره عن مفاعل ذري، فالاتنين تدمجهم مع بعض اعتقد الموضوع شارع نفسه. يعني قوه زي ديت ممكن تمحي الكون كله في لحظه
بس السؤال هنا، هل الساعه دي ملهاش عيوب؟ في الحقيقه لها عيب واحد، واللي هو ان الفضائيين المندمجين كل واحد فيهم بتبقى نسبه قوته 50/50، وده اللي بيخلي اتوميك اكس مش في قوته الكامله. بس زي ما كل ساعه لها التحكم الرئيسي بتاعها، والبايومينتريكس لها برضه تحكم رئيسي اللي هو الماستر كنترول، واللي بيفتح النسب بتاعه القوه وبيخلي بين يستخدم القوه الكامله للاندماج. فده يعتبر هو تاني اخطر نسخه والاقوى فيهم. وحاجه سريعه كده، ان كين ابنه ما بقاش يستخدم الاومنتريكس، وبارادوكس ده قوه زمنيه وبقى بيرجع في الزمن علشان يرجع يساعد ابوه من غير ما يعرف انه ابنه. واخيرا انا عارف انت مستني ايه دلوقتي، نسخه الروبوت. انا لو هتكلم عن الروبوت هقول جمله واحده بس، حسبي الله ونعم الوكيل، علشان كل النسخه اللي فاتت ديت كانت لها هيبتها وقوتها الفشيخه، والروبوت بقى ما فيهوش حاجه من ده، بالعكس تماما. ده يعتبر نسخه عاديه جدا. اولا مش لائق بدنيا وعنده كرش وما عندوش احساس بالمسؤوليه ولا البطوله، والساعه بتاعته اصلا مش شغاله كويس، وكمان في الاخر بيجيب نسخته الصغيره علشان تساعده في المهمات بتاعته. فانا ما عنديش كلام تاني اقول عنه. واخيرا هنا يعتبر وصلنا للنهايه. قول لي في الكومنتات مين هي اقوى نسخه بالنسبه لك. وبس دي نهايه الفيديو، سلام.